السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على رسول الله. مرحبا بكم. الوصفة تاعنا اليوم كوكا بالبصل طوماطيش اللي يحبوها معظم الناس. راح تجي بنينة ومقرمشة وأيضا اقتصادية. تفضلوا معايا نبداو تحضير الوصفة. في المقلاة حطيت شوية زيت، أيضا زوج حبات بصل قطعتهم هكا كيما راكم تلاحظوا متوسطين في الحجم، أيضا زدت حبة طماطم سكرفشتها مع فص توم واحد سكرفشته أيضا. زدت نحط أيضا التوابل، عندي فلفل كحل، أيضا قليل من الملح حسب الرغبة. نقلي كلش مع بعض. أيضا زدت نضيف ملعقة صغيرة طماطم مصبرة. زدت نقطع شوية الحر الخضر، ما تكتروش بزاف باش ما تجيش الحشوة يعني حرة. أيضا قليل من السكر على الحموضة تاع الطماطم ويكون الحشو تاعنا جاهز. لتحضير العجينة المرقة، أنا كنت درتها من قبل في القناة، نعاودها معليش في الإعادة إفادة. عندي 350 غرام فرينة مع 250 غرام زبدة التوريق. أنا كنت حطيت زبدة التوريق مدة ساعة داخل المجمد. بعد ما سكرفشت كامل زبدة التوريق، نقعد نخلط هكذا فيها مع الفرينة، ندخلها مليح، نخلط مليح بيدي. هنا كسر حبة بيض. أيضا زدت نحط الماء أنا كنت حطيته في المجمد مدة ساعة. كمية الماء هي 100 مليلتر. أيضا زدت نحط ملعقة صغيرة ملح، ملعقة صغيرة خل، أيضا ملعقة صغيرة زيت. نخلط جميع السوائل بالشوكة. هنا ندير حفرة في الوسط وندير السوائل ونخلط صبعتية بلا ما تعجنوا، هكذا غير بصبعتين حتى تلموا العجينة. إذا خصها شوية ما نزيدو لها شوية فقط، أنا حنزيد لها قسم ملعقة كبيرة ونلم العجينة تاعي. بعد ما لميت العجينة نحطها داخل كيس بلاستيكي ونروح نسخن الفرن على أعلى درجة. بعد ما سخنت الفرن نبدأ نحلف العجينة بالحلال، ومن بعد ندير دوائر بهذه الأداة، نقطع هكا دوائر، وهذوك الزوائد نحطهم فوق بعض ونعاود نخدم بهم. ناخد قطعة نحلها بالحلال كما راكم تلاحظوا حتى تولي يعني الشكل تاعها بيضاوي، ما لازمش تكون رقيقة بزاف. نحط الحشو ديالي بصل وطماطيش، ومن بعد مع الأطراف نحط بياض البيض هكذا باش كي نحطها طيب ما تحلش. نغلقها كما راكم تلاحظوا، ما لازمش يكونوا يعني رقاق بزاف، يعني السمك تاعهم يكون مليح خشن شويه. هنا عندي صفار البيض درتلو شويه نسكافيه مع شويه خل، ونبدا نحط الحبات تاع الكوكا هكذا باش كي يطيبوا اللون تاعهم يخرج شباب، يخرجوا يعني دوغي ذهبي. ومن بعد نشعل الفرن على اعلى درجه ونحطهم يطيبوا. هاملك لي كوكا جاهزين، المنظر تاعهم جاي شهي. ملاحظه فقط، الفرن شعله من قبل على أعلى درجة، خلوه يسخن مليح ومن بعد دخلوهم يطيبوا هكذا باش يتنفخوا لكم ويطيبوا مليح من الداخل. خرجوا مقرمشين.
نتمنى تنال إعجابكم الوصفة، نقول لكم شهية طيبة، وإلى اللقاء مع وصفة جديدة، في أمان الله.